لا لا، لنرى ما عندك. أنت تقول عدم وجود الأدلة، أنا أريد أن أرى هل يوجد عندك دليل على ما تقول. جادو خلي لحظة نقطة تنظيمية جادو. هذا سامع بث امبارح اللي أنا وياك كنا فيه امبارح، فخليه بده يعيد الكلام الأهبل اللي تفضل سيدنا. ممكن نتحدث؟ طيب، أي نحن نقول الدليل على وجود ما ترفضونه أنتم، هناك قاعدة السببية تقول لكل سبب مسبب ولكل حادث محدث. أتستطيع نقض هذا؟ لا، لكل سبب مسبب ولكل حادث محدث. تفضل. نعم، أتستطيع نقض هذا؟ قلت لك لا، أقر. تفضل. إذا تقر بأن هناك مسبب أول. مسبب لإيش؟ ليش قفزت طول على المسبب الأول؟ أنا قريت لك إنه لكل حادث محدث، كيف قفزت للمسبب الأول؟ تفضل. احتمالية أن هذه الأشياء أتت من لا شيء، لا، غير ممكنة، مستحيلة. غير ممكنة. كل سبب له، لكل سبب مسبب ولكل حادث محدث. تفضل. طيب، هل تعتقد أن هذه السلسلة مستمرة أم منقطعة؟ ما المانع العقلي أنها تكون مستمرة؟ تفضل. طيب تمام. تعرف استمرار الحوادث هذه لن تأتي بالنتيجة. دليلك انه ما تسلسل لا يتحصل. انا نساعد فيك. تفضل. تمام، ما في مشكلة. إذا أعطيك مثال بسيط جدا الآن وأقول لك أنت ستذهب لا 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 لا، ما تعطينيش مثال. سأعطيك مثال حتى ما تعطينيش مثال. عندما تقول تسلسل العلل، عندما تقول ممتنعة يعني تجيب مانع عقلي، والمانع عقلي بالضرورة يكون استحالة. أعطيني استحالة عقلية، ما تعطينيش أمثلة. الاستحالة العقلية هي عدم تحصل النتيجة باستمرار الأحداث المتسلسلة من دون توقف. وين اجتماع النقيضين؟ تفضل. ما له دخل اجتماع نقيضين هنا، ما له دخل مسألة اجتماع نقيضين. طيب لحظة، سكر المايك، خلينا نعلمك شوية المنطق. لحظة، خلينا نعلمك شوية المنطق. خلينا نعلمك المنطق. أيوة، لذلك لحظة، نعلمك المنطق. دعني أطرح. ما بستعملش كلام تخاريف. التخاريف اللي تسمع فيها في البثوث ما بسمعهاش. اسمعني. استحالة عقلية. إذا كنت تستطيع يا تمسوح، دعني أكمل المثال، وبإجابتك على المثال ستقر أنه لا يمكن أن يكون احتمال غير ذلك. عمر اسمعني، قال لي تمسوح. دعني أكمل. لما الخوف؟ معلش، لا ما فيش خوف يا عم، خايفين من واحد ما يعرفش المغالطات المنطقية. تمسوح، بس خليني أحكي كلمتين. عمر زي ما بسمعك تمسوح اسمعه، وبعد ما يخلص كلامه دعني أكمل. لا تسكر علي المايك. لا استنى شوي. إذا بعد ما يخلص كلامه تمسوح تعطي مثال عشان توضح كلامك. أول شيء خلي تمسوح يرد. لا كانت المداخلة عندي وأنتم قاطعتموني. أنتم قاطعتموني. لا، ما خلصت دليله، ما انهيت يا حبيبي. انا ما انهيت التقاطع. حبيبي، انت ما بتعرفش شو يعني مانع عقلي، ما بتعرفش شو يعني مغالطه منطقيه، وما بيعرفش شو يعني مانع عقلي. ما يحتاج عندما طيب اشرح. شو ما انت ادعيت انه في مانع عقلي. تفضل اشرح لي شو يعني مانع عقلي. المانع العقلي عدم تحصله، عدم تصوره في العقل، استحالة أن يتحصل في العقل. لا أنا بتصوره عادي. لا تستطيع أن تتصوره. لذلك سيتضح من خلال المثال الذي سأعطيه لك. إذا تستطيع تصوره ستجيبني. إذا ما أعطيك المثال ستجيبني هل تستطيع أن تتصور هذه النتيجة أم لا؟ يلا تفضل. طيب، ذكرنا، بس بعدين راح تعرف المانع العقلي بعدين. تفضل. عرفنا لك المانع العقلي. ما هو المانع العقلي؟ في البداية. ما هو المانع العقلي؟ لا انت كذبت هلا. قلت عرفت لي مانع العقلي. قلت لك المانع العقلي ان هذا الشيء بكل بساطة لا تستطيع ان تتصوره عقلا. ممتنع. لا تستطيع ان تتصوره عقلا. غلط. منين جبت التعريف هذا؟ هذا تعريف بسيط جدا. منين جبته؟ انت دارس منطق؟ جبت التعريف. طيب عرف لي المانع العقلي. طيب عرف لي المانع العقلي. تفضل. المانع العقلي هو كل ما اجتمع فيه نقيضين. تحب من كتاب المنطق؟ لحظة، سكر المايك عشان من كتاب المنطق لابن سينا، من كتاب المنطق للمظفر. أحسنت. سكر المايك. أحسنت. سكر المايك. ما دليل
عمر بدون دوشه. ما دليل صحة؟ لا عمر بقدر انزلك ترى. ما دليل صحة هذا التعريف يا عمر معلش تسمع. ما دليل صحة يا عمي؟ ماشي يا استاذ. لما وين مصادره؟ خليه يكمل مصادره بعدين يسأل بدك اياه، يخلص كلامه بعدين انت بتحكي الكلام هذا. يا عمر هو سمع كلمتين في بث امبارح جاي يعيدهم، هو لانه شيخه قال له انه عندنا ادله عقليه. اتحدى اي ملحد لو يتشقلب، ما انت كنت موجود يا جادو، لو يتشقلب ينكر هاتين المقدمتين وضحك عليهم، ففكر ان احنا كنا في البث تحت نضحك البث اللي انت سامعه يا غبي. اسف على كلمه غبي. المانع العقلي هو كل استحالة عقلية، والاستحالة العقلية هي بالضرورة اجتماع نقيضين. يعني كل طرح تطرحه تلقى في اجتماع نقيضين هو بالضرورة استحالة عقلية. قصة انه كل ما تسلسل لا يتحصل، اتحدى مثل ما ما يقول شيخك اللي تسمع فيه امبارح، اتحدى انه لو تشقلب 100 مرة يجيب استحالة عقلية باجتماع النقيضين أن ما تسلسل لا يتحصل. كل الأمثلة لا تلزم في المنطق لأن أمثلة بديهية، ونحن نتكلم بالاستحالات العقلية ليس بالبداية، ونحن لا نسلم بالبداهة. ومنين جبت تعريف هذا؟ كتاب المنطق لأرسطو اللي هو خلق المنطق أصلا، كتاب المنطق المظفر، كتاب المنطق لابن سينا، كل كتب مدخل المنطق تلقى فيها التعريف هذا. والتعاريف لا تدلل. انت لو كنت دارس منطق لو كنت دارس منطق لك تعرف انه التعاريف لا يدلل عليها، انما هي توافقية. فاللي انت كنت بتقوله هذا فضيحة معرفية غير الفضيحة المعرفية اللي كنت تقولها، بما انه جاد وقال لك ما فيش دليل على نبوة محمد فانا ما نصدقش، فقلت هذا الاحتكام الى الجهل. الاحتكام الى الجهل هو اللي تعملوه انكم ما بتعرفوش هذا العالم منين جاء، فتقول بالضرورة اوجدوا اله من غير دليل. طبعا تفضل. لكن اذا ادخل معك الان واتفلسف عليك واقول لك ما مدى صحة هذا التعريف، لماذا سلمت بهذا التعريف الموجود في كتب المنطق؟ لأن العقل مستحيل أن يتصور ويتعقل جمع النقيضين، والتعاريف لا يدلل عليها. التعاريف متفق ومتعارف عليه. ما الدليل على صحة هذا؟ ما الدليل؟ كيف حكمت أن هذا صحيح؟ اتفاق المناطق كلهم. أنت دارس على المنطق؟ اتفاق المناطق على هذا التعريف، إذا هذا هو الصحيح، ما يتفق عليه لحظة أنا أستخدم مبدأك، أنا سأستخدم مبدأك، أنا سأستخدم مبدأك يا سيدي. لحظة خلينا نعلمك شوية التعريفات. أنا سأستخدم نعلمك بما أنه شيخ ما يحتاج تعلمني، أنا أعلمك الآن، أنا أعلمك. لا تحتاج أنت لا تدعي من شيخي أصلا. طيب لحظة أنا مش قاعد أسأل. أنا الآن مداخلتي وأنتم تقاطعونني. الآن تمسوح ما تفتحش المايك وما تجاوب ولا شيء بعد. أنتم تقاطعونني الآن، دعوني أكمل. طيب تفضل نضحك. هو ذاك تضحك. خلنا نضحك. طيب رح نضحك على جهلك. تفضل. المضحك الآن عندما أطرح هذا المثال وأقول لي هل ممكن هذا المثال أن يتحقق أو غير ممكن؟ هل هو ممتنع أم غير ممتنع؟ أن نتكلم عن النتيجة. فلما أنت تقول لي لا يوجد مانع عقلي على تسلسل العلل ولا يمكن أن يكون هناك مسبب أولي وما نسميه نحن علة العلل، أقول لك وأطرح لك مثال حتى يستطيع الجميع أن يتصور هل هذا متحقق أم غير متحقق. فلذلك أنا أطرح عليك مثال الآن وأريدك أن تجيبني عليه، وأقول لك إذا ذهبت الآن أنت يا تمسوح إلى مكتبة وتريد أن تستعير كتاب وأمامك عدد لا منتهي من الناس، السؤال هل يستطيع تمسوح أن يستعير كتاب من المكتبة أم لا؟ تفضل. خلصت؟ نعم، أريدك أن تجيبني حتى أكمل وأتمنى عدم المقاطعة. ما فيش مانع عقلي لأنه ما فيش اجتماع للنقيض. يعني تمسوح يقول إذا يوجد هناك عدد لا منتهي من الناس أمامه يستطيع أن يحصل على كتاب. نعم، ما فيش مانع عقلي. إذا حصلت على كتاب إذا انتهى
ما يسمى اللانهائية. ما المانع العقلي؟ أصبح ما المانع العقلي؟ هل تستطيع أن تتصور؟ أعطيني اجتماع النقيضين. اجتماع النقيضين. أستطيع أن أتصور. أستطيع أن تضحك على نفسك. أنت الآن تضحك على نفسك. لا بضحك عليك لأنك مش دارس منطق وتعارف في الكلام مثل لأن تحصل النتيجة لا يحصل إلا إذا كان عدد منتهي من الناس. لا انتهائية. وين اجتماع النقيضين؟ وين اجتماع النقيضين؟ هل تستطيع تصور هذا؟ بالله على أمانة. أستطيع تصور. هل تستطيع؟ كل شيء. لحظة خلينا نعلمك في المنطق. ما يحتاج كل شيء. خلينا نعلمك. ما يحتاج. سكر المايك. خلينا نضحك عليك. سكر المايك. خلينا نضحك عليك. 10 ثواني. أعطيه يا جاد 10 ثواني. خلينا نضحك عليه لأنه كل كلمة راح يقول. طيب لا اسمع افهم شوية. أنا احترمته وأنا عارف إنه قليل أدب وخليته يحكي وحكيت له نسمعك زي ما أنت بتسمع. ما بدوش يسمعنا ينزل تحت يقرب تحت.